أعزائي مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم اليوم من داخل مكتبة الإسكندرية وعلى هامش معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، ومعنا طبعا ندوة ثقافية ويشرفنا معالي النائبة الدكتورة منى عمر. أهلا وسهلا بمعالي. أهلا بحضرتك. حضرتك كلمينا النهاردة عن المقترح اللي حضرتك قدمتيه ليطلع الكتاب إلى النور اليوم، وطبعا احتفالا بعيد الإسكندرية القومي. أولا كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وكل خير بمناسبة العيد القومي لمحافظة اسكندرية. طبعا احنا عارفين الأدب السكندري أدب يتميز بسمات خاصة. هو أدب متلاحم مع الطبيعة. البيئة السكندرية هي بيئة إبداعية محفزة، والنتيجة إن احنا بنشوف إبداع منفرد عالميا. إيماني بالنقطة دي إن الأدب السكندري هو أدب له سمات خاصة وأدب متميز عالميا. وإيماني أيضا أن الإسكندرية منذ قديم الأزل كان ليها تاريخ ثقافي ويعني تلاحم مع العالم أجمع، وكانت منارة العالم الثقافية والعلمية. كل ده خلاني أنه يعني أطرح على المركز القومي للترجمة تغيير المسار قليلا، لأنه بدل ما بيتم ترجمة أعمال عالمية إلى اللغة العربية، لماذا لا نخرج إلى خارج هذا الإطار، نخرج بإبداعاتنا إلى العالم، خصوصا الأدب السكندري، وحيث أنني نائبة يعني أنتمي إلى مدينتي الحبيبة. فكان طبعا توجه إبراز الأدب السكندري عالميا. نحن لدينا مبدعين متحققين. وطبعا أما طرحت الفكرة على الأستاذة الدكتورة كارما سامي مديرة المركز القومي للترجمة، لقى قبول منها، ويعني على الفور تم اختيار 5 أعمال يعني مبدعين كبار سكندريين، وتم يعني طرح أجزاء من هذه، أو يعني إذا كانت قصائد أو نصوص، أجزاء من نص أو من رواية، وتم ترجمتها إلى 9 لغات عالمية. وأعلنت المسابقة في 2023 في العيد القومي، لكن تبقى أن يكون هناك احتفال بإصدار ورقي، وهو ما تم اليوم في هذا الصرح الثقافي الكبير مكتبة الإسكندرية. لن نتوقف إلى هذا الحد. نحن لدينا إصدار ورقي، لكن الهدف الأسمى هو الخروج عالميا والوصول إلى كل مكان في الخارج بالأدب السكندري، وهو ما نطمح إليه بالتعاون من خلال مكتبة الإسكندرية التي تصلنا بالعالم أجمع، ومن خلال العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة. دكتورة منى، فعلا احنا النهارده شاهدنا اطلاله عالميه ثقافيه جديره بالذكر. فعلا الدكتوره منى فعلا اشادت كثير بهذا الكتاب. كلمه حضرتك تحبي توجهيها للشاعر جابر بسيوني على تقديم اليوم على برضو قصيده هي الاسكندريه؟ أنا أشكر شاعرنا الكبير رائد التنوير الثقافي منذ فترة كثيرة، يعني فترة طويلة. عهدناه دائما يعني محبا لمدينته، طواقا إلى يعني خروج الأدب السكندري في أجمل صورة، ومن ثم كان يعني سباقا بتقديم جزء من أو قصيدة له للمشاركة في هذا الحدث الثقافي الجميل. باذن الله في استمرار ونستمر. حضرتك عايزه الخطه المستقبليه، هل حضرتك هتكملي في هذا العمل؟ طبعا أنا زي ما قلت لسيادتك إن أنا من البداية يعني بسعى إلى خروجه إلى العالم. فلا يعني إحنا لسه في مناقشة قنوات طرحه عالميا من خلال المكتبة، ودي طبعا مع فريق مكتبة الإسكندرية صرحنا ما لدينا من إصدار من أعمال نسعى إلى وصولها إلى كل مكان يتحدث بهذه اللغة، لأن يعني اللغة الأسبانية بتتحدث بها دول كثيرة. من هنا يأتي دور مكتبة اسكندرية اللي هي قناة الوصل مع دول العالم، ويأتي أيضا التواصل الثقافي، قطاع التواصل أو العلاقات الثقافية الخارجية اللي هي في وزارة الثقافة. هنا دي اللي هي بتملك التواصل مع البعثات الخارجية الممثلة لدينا هنا على أرض جمهورية مصر العربية.
فهشتغل طبعا عليها، لأن هو إحنا لا نحتفل فقط بإصدار ورقي يوضع على الأرفف. طبعا هيتم إهداء مكتبة الإسكندرية من النسخ الورقية هذه، لكن في النهاية إحنا هنحتفل بصدورها بقى ووصولها، وإنه نستعرض مجلات أدبية كثيرة تنشر هذه الإبداعات للتعريف بالأدب السكندري عالميا. دور هيئة تنشيط السياحة يا فندم في هذا العمل. أنا بشكر طبعا سيادة اللواء هشام لطفي، لأنه كان داعم لهذا اللقاء الجميل، ومشارك معنا بتكريم مجموعة المترجمين في رسالة جميلة، أنه بيشجع الشباب دايما على العطاء، وده عهدنا بيه خلال مسيرته الوطنية الطويلة، أنه عاشق لوطنه يعني، وداعم لكل عمل وطني بناء. هذا العمل عمل وطني فعلا، أنه الشباب ندعمهم، لأن هم قادة المستقبل، هم الأجيال القادمة. أيضا أنا كما ذكرت أثناء اللقاء، أنه قراءة العمل الأدبي نفسه اللي بيوصف اسكندرية بكل الحب، لأن حضرتك شفتي المشاعر وهم بيلقوها، ما يخرج من القلب يصل إلى القلب. من يتلقاه بلغة ما كما يتلقاه بالعربية سيصبح شغوفا بزيارة المكان نفسه. فاحنا هنا بننشط السياحة، يعني احنا بنخرج عالميا، ليس فقط للتعريف بالأدب السكندري، ولكن لزيادة الشغف بالمكان نفسه، الأسكندرية. فمن هنا فإن يعني سيادة اللواء لما شارك معنا في هذا الحدث، هو بالفعل بيدعم تنشيط المكان عالميا. كل التحية وكل الاحترام وكل التقدير لسيادته، وكل الأمنيات بالتوفيق للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، التي شهدت نشاط كبير جدا وملحوظ لأهل اسكندرية جميعا منذ أن تولى سيادته قيادة المكان. الدكتورة القديرة منى عمر، عضو مجلس النواب، شكرا لحضرتك يا فندم، وألف مليون مبروك إصدار الكتاب. شكرا جزيلا. شكرا لسيادتك.